آخر أخبار تونس: عقوبات صارمة قد تصل للمؤبد على المحتكرين والمضاربين. أكد الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير في تصريح أن عقوبة ترويج منتجات لم تخضع للرقابة تشمل السجن لفترة تتراوح بين 16 يوما و3 أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح قيمتها بين 500 دينار و20 ألف دينار. وأوضح في مداخلته خلال برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أن العقوبة المالية قد تتضاعف إذا كان المنتوج مضرا بالصحة، وفي حال توفر الأركان القانونية للمضاربة يتم تطبيق المرسوم عدد 14 لسنة 2022، حيث يعاقب المتورطون بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة قدرها 100 ألف دينار. كما أشار إلى أن العقوبة يمكن أن ترتفع إلى 20 سنة سجن و200 ألف دينار في حال المضاربة في المواد المدعمة أو الأدوية، وقد تصل إلى السجن المؤبد إذا كانت المضاربة ناتجة عن نشاط عصابي. وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه ستكون الضربة القاضية بقوة القانون للمحتكرين والمضاربين. استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بقصر قرطاج السادة خالد النوري وزير الداخلية، وسمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات، وسفيان بالصادق كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني. وتناول هذا اللقاء نتائج العمليات التي تمت في كافة أنحاء الجمهورية التونسية لوضع حد للمضاربة والاحتكار والترفيع في الأسعار. وجدد رئيس الجمهورية التونسية تأكيده على أن الأمر لا يجب أن يكون في شكل حملة تدوم ليوم أو يومين، بل يجب أن تكون سياسة مستمرة على مدار أيام السنة، وتستهدف خاصة الشبكات الإجرامية المنظمة التي لا تظهر للعيان ولكنها هي التي تتوالى في الخفاء التحكم في الأسعار وفي تغييب عدد من المنتوجات والمواد. كما أكد رئيس الجمهورية التونسية على مواصلة استنباط طرق جديدة لمكافحة هذه الظواهر، لأن الطرق التقليدية لم تؤدي إلى النتائج المنشودة. ونوه رئيس الدولة التونسية في هذا السياق بالتفاعل الإيجابي لعديد تجار التفصيل الذين حين تم التعامل معهم بشكل جديد من قبل أعوان المراقبة وأعوان الأمن، إذ أيقظوا فيهم الحس الوطني وضرورة انخراطهم في معركة التحرير الوطني، استجاب أغلبهم لنداء الواجب وقاموا تلقائيا بالتخفيض في الأسعار. ومنهم بعد أن تم التعامل معه بهذا الشكل الجديد من أخرج السلع التي كان يخفيها وخفض واعيا مقتنعا من الأسعار، رافعا صوته لا للترويج لبضاعته بل مرددا تحيا تونس. فالتونسيون حين يشعرون بالثقة في من يتولى أمرهم تتغير ممارساتهم ويؤثرون على أنفسهم ويتآزرون ويتعاضدون ويتكاتفون. وبمثل هذا الوعي المفعم بالمسؤولية الوطنية وبتطبيق القانون ستتهاوى شبكات المفسدين